بنرحب بضيوف مهرجان همسة الدولي بدورته الثانية عشر، ومعانا الأستاذة الكاتبة عائشة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيكي، حياك الله. عايزينك النهارده تقولي لنا أنت جاية من فين، وتقولي لنا وتكلمينا بعد كده عن جايزتك النهارده. اوكي، معك الكاتبة عائشة عبد الله عزازي. انا جاي من الرياض، لكني انا فلسطينية الدم والنسب، أردنية الطفولة والمهد، الحياة والعمر في السعودية، والحب مصر. حبيبتي، ومصر بتحبكم كلكم. طيب كلمينا النهارده عن مشاركتك في المهرجان وجايزتك النهارده. أنا صراحة شاركت في المهرجان ككاتبة، تم تكريمي كاتبة بشكل عام. لأني أنا بكتب صراحة في عدة مجالات، بالقصة القصيرة والقصة الطويلة، وثاني شيء عندي مقالات كثيرة لله الحمد، وقصص كثيرة من فضل الله عز وجل. لكن قصص الأطفال هي أقرب شيء إلي صراحة، لأنها يعني بحس الأطفال مهمين جدا صراحة، يحتاجوا منا إنه نعطيهم ونورث فيهم القيم والمبادئ من الصغر. كنت لسه هسألك السؤال ده، أي نوع من قصص الأطفال؟ هناك قصص ترفيهية وهناك قصص تهدف هادفة، فإحنا عايزين نعرف أي نوع من القصص. أنا قصصي هادفة، وبعض منها صراحة أنا الآن حاليا يعني تتكلم عن الفضاء. فأنا صراحة رئيسة تحرير لمجلة القمر الفضائية، وطبعا إحنا بنتكلم فيها قسم للأطفال مسمينه رواد الفلك. نتكلم فيه عن مغامرات الأطفال واهتمامهم بالفلك، واهتمامهم بمعرفة العلماء المسلمين والمكتشفين المسلمين بكل جديد في عالم الفلك، بس بطريقة يعني جميلة جدا، وعن طريقة شخصية سميتها أنا صراحة العام نجم. العام نجم طبعا بيجتمعوا حواليه أطفال مسمينهم رواد الفلك، دائما بيسألوه قصة جديدة، معلومة جديدة، وطبعا بتكون تقديمها بشكل سلس. والله احنا نفتقر لهذا النوع من القصص، او هذا النوع من اللي بتخاطب عقلية الأطفال وتوصل لهم فكرة معينة بطريقة يعني تكاد تكون ترفيهية يعني. صحيح، لأنه لازم إحنا كمان نشجع أطفالنا تكون قصص الأطفال هادفة صراحة. يعني صراحة لما بقول لك عن شخصية العم نجم، لو طلعت عليها أو قرأت عنها صراحة أنها تعجب فيها كتير، إنه شجعناهم عن إنهم يحبوا العلم ويحبوا الاكتشافات الفضائية، بس بطريقة سلسة وجميلة جدا صراحة. برضو كمان في نوع من القصص الأطفال أنا بحب أكتبها صراحة، إنه تهتم بحرص المبادئ واحترام كبار السن، احترام جميع فئات المجتمع، بس بطريقة سلسة وجميلة وطفولية يعني صراحة. يعني أنا نفسي أقرأها إن شاء الله. بحب النوع ده من القصص جدا، وحضرتك شرفتينا النهارده، ونتمنى نشوفك في الدورات القادمة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا كثير لك، وصراحة بشكر الشعب المصري ومهرجان همسة صراحة على رأسهم الأستاذ فتحي الحسري، وعلى إتاحة الفرصة إن على المشاركة في هذا المهرجان صراحة العريق. ولفت انتباهي صراحة للأمانة العلمية جمال المتحف صراحة جميل جدا، كل ما هو مصري جميل صراحة. والمتحف جميل جدا صراحة، في أشياء عريقة بتتحدث عن الحضارة المصرية العريقة، وأتمنى من الكل إنه يزور المتحف صراحة. شكرا ليكي وشرفتينا، وإن شاء الله نشوفك على خير في دورات قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا. فرصة سعيدة. شكرا. أنا مش عارفة أصور.